السلام عليكم متتبعينا الأوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سبق وتكلمنا على سلسلة انقلاب الصخيرات، واليوم جيتكم بحلقة الأولى من كتاب تزمان مارت زنزانة رقم 10 لأحمد المرزوقي، أحد ضحايا المذبوح وحبابه اللي عمروا بتلاميذ مدرسة هرمومو العسكرية في مشهد قمة الأنانية للمذبوح وحبابه. إذن بلا ما نطول عليكم يلا نبداو على بركة الله. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتحفزونا بشي كومونتير زوين. باش يفهم متتبع الكريم كيفاش اقتحم تلاميذ مدرسة هرمومو العسكرية قصر الصخيرات يوم 10 يوليوز 1971 برئاسة المقدام محمد عبابو، الذي كان يروم قلب النظام. ضابط في 36 من عمره، متزوج وعنده 4 أطفال، قصير القامة، أبيض اللون، كثير الشعر ومقرون الحواجب وعينين بارقتين. لقد كان مدير المدرسة هرمومو العسكرية في جملة واحدة غريبا من الصرامة والشدة. ازداد في قلب الريف بقرية بورد دائرة أغنول إقليم تازة من أب كثير الأبناء، كان شيخ قبيلته. تلقى محمد عبابو دراسته في مدينة تازة، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية، حيث تخرج ملازم سنة 1956 يوم كان المغرب في فجر استقلال يشكو من كثير من الأطر. ومن بين المحطات الرئيسية التي ميزت مشواره العسكري تم تعيينه في أكاديمية العسكرية كمدرب، لمع ترك إعجابا كبيرا في قلوب رؤسائه، وتم تعيينه في القصر الملكي كمرافق خاص. ثم بعد ذلك بعدة وحدات تم ترحيله إلى باريس لمتابعة دراسته العسكرية العالية في أركان الحرب التي تخرج منها بميزة حسن، وتم تعيينه لمركز التكوين العسكري بمدينة الحاجب، وأخيرا إلى هرمومو سنة 1968 لقيادة مدرستها العسكرية المشهورة. كان عبابو بفضل ذكائه ودهائه وصرامته وقدرته على العمل المتواصل، خصوصا شجاعته الكبيرة وطموحه اللامحدود، أحد أبرز الضباط الساميين في وقته، بالدليل أن القيادة العالية كانت تشاركه دائما في فرقة الضباط المسؤولين عن تهيئ وترتيب المناورات الكبرى التي كانت تجرى من حين إلى آخر على صعيد الجيش كله. غير أنه بالرغم من هذه الخصال النادرة كلها، فإن القلة القليلة التي كانت ترغب في العمل تحت إمرته لسبب بسيط يرتبط بالهيئة التي كان يثيرها في نفوس أكثر من الإعجاب، وكيف لا وهو صارم وعنيد. كانت أعصابه باردة على أهمية الانفجار في أي لحظة مع أدنى الاحتكاك، إضافة إلى أنه لم يكن يرحم نفسه في العمل المتواصل حتى يرحم غيره، فكان إذ أعطى أمرا أصر على تنفيذه على أكمل وجه، وإلا انفجر في وجه المتهاون الكسلان، ولا فرق عنده بين جندي أو ضابط. فمن أخطأ يرمي به في زنازين الجنود دون أن يجرؤ أحد على تحريك إصبع لاحتجاج أو الاستنكار. فقد كان يقوم بسهرات باذخة من الحين إلى آخر، ويأمر فيها بذبح بعض من القطع الخرفان الذي كان يشرف الجندي من المدرسة خصيصا على تسمينها، وذلك احتفالا بضيوفه أصحاب المراتب السامية والنفوذ الكبيرة. فور مجيئه إلى هرمومو انقلبت المدرسة رأسا على عقب، وأصبحت ورش ضخمة للأشغال الشاقة، فكانت الحركة فيها لا تكاد تهدأ بالمرة نظرا للأعمال البناء والتشييد المتواصل آناء الليل والنهار. سريات كاملة من التلاميذ وضباط الصف، ومعها أطرها يخلف بعضهم لبعض 4 ساعات بدون انقطاع تحت مراقبة صارمة للمدير الذي كان يقوم يوميا بجولته الدقيقة لضبط الأمور. وفي زمن قياسي أصبحت المدرسة تتوفر على تجهيزات رائعة تثير تنوعها وتهديدها حسب مثيلاتها من المدارس العسكرية المتطورة، خزان للماء يطل على المسبح الجميل داخل المدرسة، قاعات واسعة للمحاضرات، مختبر للعلوم الطبيعية، قاعات بتجهيز متطور لتعليم اللغات الأجنبية، وساحات معدة للرمي ليلا ونهارا بالأهداف الثابتة المتحركة، ومركب واسع مغطى لكل أنواع الرياضة الجماعية، وملاعب متفرقة والقائمة لا تكاد تنتهي. وقد كان الجو من الرعب يسود دائما في المدرسة، ومن تهاون في العمل تكون عقوبته أشد من الموت.
وكيف لا، والعيون كانت مدسوسة في كل مكان وزمان. وحين أحكم سيطرته الكاملة على مدرسة هرمومو لم يعد يخشى أحد، فضرب بالقانون العسكري سفحا، وأصبح يعاقب الضباط بنفس الطريقة التي يعاقب بها التلاميذ والجنود. فترى ضابطا في الصباح يلقي درسه، وفي الليل تجده مسجونا في زنزانته، ولم يكن بمقدور أحد أن يحرك ساكنا أو يرفع إصبعه في وجه عبابه. ولما أصبح السيد المطلق في المدرسة عمد إلى الطريقة الخاصة لاستثمار النفوذ والأموال، طريقة لربما لم يسبقه إليها أحد من قبله من المدراء التكوين. فقد أقصى الضباط الرؤساء كل المصالح الحساسة التي يجرى فيها المال، وحصر مهامهم في التدريس فقط. ثم نادى على بعض المقربين من ضباط الصف، وأولهم تلك المناصب بعد أن بسط لهم يد القوة والنفوذ. ولم يكن من الصعب على أي كان أن يدرك سر ذلك في تنفيذ الأوامر المشبوهة. ولكي تتوفر كل وسائل البناء تجري الأمور بوتيرة سريعة جدا. شكل عباب سرية غريبة من ضباط الصف كنا نطلق عليها لقب مافيا. فكانت مهمة بعضهم تتقصر على القيام لاستكشاف النهار في طريق الرابطة بين هرمومو والرباط وهرمومو ومدينة تازة، حتى إذ ما عاينوا الأهداف وجمعوا المعلومات عقدوا لقاءات مع أحبابه لتحديد الزمان وطريقة تنفيذ المهام. وهكذا كانت تنطلق شاحنات تحت ظلام الليل، وعلى متنها جنود مدججين بالأسلحة، حتى إذ ما وصلوا إلى نقطة محدودة انقضوا انقضاضا على سلعة البناء التي كان يمتلكها الخواص، وشحنها بسرعة الخطف ليعودوا بها غنيمة إلى المدرسة من الحديد والإسمنت والحصى والقرمود وآلات ومعدات للوقود. ويل للحارس الليلي الذي سولت له نفسه الوقوف أمام تلك المافيا، فهو مخير بالنجاة بجلده أو بتسليم ظهره ليأكل من العصا ما يأكل الطبل. انكشف السر مع تعاقب الأيام، ورفعت الشكاوي وحررت الرسائل الاستنكار. وهكذا اكتسح عبابه ثروته المهمة كانت لا تتوافى مع راتبه الشهري. فيلا فاخرة في حي راقي بمدينة مكناس، ومؤسسة فندقية بنفس المدينة، ومقاهي كثيرة، وأراضي، وسيارتان فاخرتان. فليس عجيبا أن نسمع اليوم عن نهب مال العام. الطاعون في تلك الفترة كان ضاربا جذوره في الأعماق، والسرطان كان وقتها ينخر عظام المؤسسة العسكرية في غياب شبه كامل من أي طبيب مادي أو محاولة الإشفاء. علينا أن نشير بأنه كان يتميز عن غيره. لم يكن من أولئك المتكبرين العميان الذين كانوا يأكلون الأخضر واليابس، وإنما كان يوظف كثيرا من المال والطاعة من أجل تلميع وجه المدرسة ورفعها إلى أعلى المستويات. إضافة إلى ذلك فقد كان بعض المقربين من الذين يعرفونه حميميا يؤكدون أنه لم يكن يسعى إلى ثروته كغاية في حد ذاتها، بقدر ما كان يعتبرها وسيلة تضمن له مقامه المميز بين الأقوياء، وكذلك إيمانه القاطع بأن الفقير في بلدنا لا مكان له تحت الشمس، وإذ كانت له أخلاق الأولياء. وفي كلمة واحدة بأن المعدام عبابه ضابط من طينة خاصة، ضابط سيكون له لا محالة مستقبل زاهر كما وعد به نفسه وهو ضابطا في حفل الذي أقيم على شرفه في مدرسة صفرو يوم ترقيته لرتبة معدام. وذلك الحماس الكبير كان بعضنا لا يملك نفسه من الإعجاب بالرجل رغم سطوه وصرامته. وهنا انتهى الجزء الأول ديالنا من سلسلة انقلاب الصخيرات من كتاب تزمان مارت زنزانة رقم 10 لأحمد المرزوقي. كنتمنى تنال إعجابكم، وما تنساوش تدعموني في القناة ديالكم وتحفزوني بشي كومونتير إيجابي ولا سلبي باش نواصلوا في المزيد إن شاء الله. دمتم على بركة الله.